ايه الحكايه يا هندسه؟ النهارده كده معانا عربيه نيو تيجو. العربيه دي نازله من 2017. كان فيها بعض المشاكل في الماستر. العربيه بتيجي تدوس فرامل على المفاجئ، الماستر ما بيسعفكش. فاحنا كنا بنتفق مع العملاء او بنبلغهم يا جماعه نخلي بالنا مع دوسه الفرامل، نسيب مسافه امنه بيننا وبين اللي قدامنا. واغلبيه الحوادث العربيات دي، وحتى لو نسال اغلبيه ملاكها، هي حوادث اماميه مش خلفيه. بس النهارده كده عندنا حاله مختلفه، وهنسال بقى المهندس رامي هو اللي استلم العربيه من العميل ونشوف قال له ايه. الحادثه دي ازاي يا هندسه؟ مساء الخير على حضراتكم. النهارده العربيه دي حصل فيها تصادم من الخلف، تصادم خفيف. قائد المركبه ما قدرش ان هو يسيطر على العربيه، ادت الى تصادم في الكتل الخرسانيه، عملت مشكله في فرده الشاسيه الشمال، وعملت تلفيات في الجنب اليمين بالكامل. ان شاء الله ربنا يقدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نقدر ان احنا نرجع العربيه دي للعميل زي ما كانت واحسن بفضل الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله يا باشمهندس حميد ربنا يكرمك وتقدر تعمل الموضوع بتاع مصر الفرامل ونحافظ على العربيه بعد كده ان شاء الله. طب انا المعلومات اللي دي من اسهل العربيات تضرب الباكات، الكلام ده صح ولا ايه؟ بص، هو موضوع الايرباكات ده في كل العربيات، بس هي القصه بتبقى فرق الكبسوله موجوده في انهي جزء في العربيه. تمام. هي التصادم حصل في الجزء اللي فيه الكبسوله بتاعت العربيه، فادى لفتح الايرباكات. وبفضل الله سبحانه وتعالى هنخليكم تصوروا العربيه دلوقتي المنظر فيها عامل ازاي، وان شاء الله ربنا قدرنا بعد ما تخلص بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقي مفيش اي اثر لفتح الايرباكات، وشغال مش زي ما في ناس بتعمل تحط مقاومه عشان بس تطفي اللمبه. لا، احنا بنرجع نخلي الايرباكات تشتغل الحمد لله رب العالمين بسعر مناسب. هنكود الكنترول يعني نظبط طبعا الدنيا دي. طبعا. طب دلوقتي هندسه من 2019 في الشغلانه دي، وكان معايا نفس العربيات دي بيجي لي كتير حوادث. يعني كان في سمكه تحب تفتي وتقول لي مش هنشيل الموتور وهنشد الشاسيه على كده ونمشي العربيه على كده بدل نفك موتور وفتيس وبتاع ووجع دماغ. ايه رايك ايه في القصه دي؟ بس بما يرضي الله. بما يرضي الله، بس اسمح لي انا معلش اتحفظ على لفظ بيفتي، هو كل واحد له وجهه نظر، لكن خليني اقول لحضرتك ان الشغل السليم والشغل الصحيح ان العربيه دي لازم يطلع الموتور بتاعها والفتيس عشان اقدر اخد مقاسات فرد الشاسيه مظبوطه. تمام. عشان بعد كده ما يحصلش المشاكل اللي بتحصل لما بنشد العربيه والموتور والفتيس فيها. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ تلاقي في مشاكل وانت ماشي، تلاقي العربيه فيها تزنيق. تمام. طبيعي ان بيحصل تاكل لعدد موتور عدد فتيس، تيجي بقى تشيلهم عشان تغيرهم وتيجي تركبهم، بنسميها بتركب على العاصي وبتبقى فيها مشكله وتفضل العربيه مزنده. طب احنا ايه اللي يخلينا نفضل بقى بلافيهات نشد وبتاع ونظبط الكلام ده؟ يا سيدي عارفين يا باشمهندس. فطبعا احنا بنعمل ايه؟ الصح صح. تمام. احنا بنطلع المكنه والفتيس، نبتدي نظبط شغلنا، نظبط مقاساتنا، قواعدنا مظبوطه، وترجع الحاجه تركب زي ما كانت، وبفضل الله سبحانه وتعالى الامور ترجع طيبه، وربنا يستر يا رب طريق الناس كلها. صحيح عايزين نشتغل بس مش على حساب ارواح الناس. طب سؤال اخير يا هندسه، دلوقتي احنا كنا زمان لما بيجي لنا عربيه زي دي كنا بنستنى يجي لنا عربيه شبهها عشان ناخد المقاسات. انت بقى الستاندرد بتاع الشغل ده موجود عندك بالمزوره ولا مش موجود؟ بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله ربنا يديم علينا نعمه. لا يعني انا هقول كلمه ممكن الناس تهزر وتتريق عليها. لا ده كلام مهم على فكره. انا اسلم العربيه دي على ميزان ليزر. تمام، يعني احنا مش هنستنى يجي لنا شبهها وناخد مقاساته. لا الكلام ده كده مقاسات موجوده يعني. لا احنا مش ناس هواة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني. تمام يعني. العربيه ليها مقاساتها بفضل الله سبحانه وتعالى اتحدى بيها يدخلوا بيها توكيلاتها ويشوفوا الوضع عامل ازاي. الله ينور يا هندسه، ربنا يبارك لك يا رب. بجد الله ينور عليكم. شكرا يبارك لك لك هندسه. ربنا شكراً. يستر شكراً يا طريقك. باشا. مع السلامه.